نسدوها على عامين. كل تريميستر الثمن نتاعها معناها تقريبا يطلب 25 مليون دولار كل تريميستر في التسجيل. ولكن الفايف يجري مليون يقول انهاء في العدد هذا سيكون جهودات انهاء في البرنسيبال في راس المال مش في الفايف. يعني كي باش نحسبوا النتائج نتاع القرض هذايا يلزم نحسبوه من نهار اللي نبداو نخلصوا الانتريس حتى لنمو القرض. وتقريبا هذايا باش يجي في عامين وثلاثه وعامين يلزم 7 سنين. القرض هذا باش يدوم 7 سنين. بحيث هنا للاصدقاء والصحفيين هذا سؤال بسيط اللي السيد النائب المحترم اللي نطلبوه وزير الماليه واستشاري محافظه المركزي اعطونا جدول تسديد القرض. ليش ينصيب الرمبورسمون؟ نعم 7 سنين ما نمشي بالدوله كل تريميستر طبعا مجموعه كل عام قداش باش تخلص في 5 وراس المال انتري برانسيبال وقداش تحسها كامل وتاثيرها على الميزانيه العموميه. هو الرسمي ما نعرفش اكيد عامل حساب اكيد الافابيع عامل حساب ما نعرفش بس عامل حساب ولا لا. حاول نعمل شويه حساب. انا عندي بعض علم في الرياض الماليه الى اخره يعني شاف على انتم كي تعرفوا 14% من الماليه من الدين الخارجي تاع الدوله في عام عميل تعرف كيف اللي كان استعملناه كيف كان عندكم اسئله اخرى تو نجاوب عليها خلي الملايين نحكي لكم شويه ما ممكن يدخل فيها سي مصطفى ولا سي المنجي شنو هو الشروط وشنو هو المحتوى الرساله والمذكره اللي بعثها موجوده هي عند الوضع الخارجي يعني حتى اولا فيه المطلب شنو وفيه تحليل الوضع الاقتصادي وفيه شنو الالتزامات اللي خذتها الحكومه التونسيه باش توافق شروط صندوق النقد. الوضع معروف تقريبا كما في التفاصيل المذكوره. الوضع يعني ميزانيه الدفعات نتاع الميزانيه العموميه، الوضع الاقتصادي، الميزانيه العموميه، الميزانيه الخارجيه يعني الدفعات. كنقولوا ميزانيه الدفعات يعني فيه 3 فصائل نعم نجم نعرفوهم نجم نشوفوهم وفين المشاكل. اولا ميزانيه التجاري واردات صادرات شنو هما المحتويات. ثانيا الميزان الجاري ولا بالانس كورونت اللي هي ناخذوها الميزان التجاري ونزيدوها المداخيل. شنو خارج؟ مداخيل معناها ثماش اجور دخل ثماش اجور خرج ثماش مرابيح ديفيدون دخل ثماش يعني بينيفيس تاع شركات خرجت وثماش انتريس دخل وثماش انتريس خرج. الانتريس يدخل هنا. والجزء الثالث هو ميزان راس المال يعني بالانس دي كابيتو. شنو هو رؤوس الاموال دخلت وخرجت سواء رؤوس اموال مباشره كما انفستيسمون ديريكت سواء رؤوس اموال ماليه بارتيسيباسيون الى اخره. كي تشوف انت التفاصيل تاع هذا تعرف الوضع فيه المشاكل فانا قسم وفانا الاختلافات الموجوده. ثم في المذكره هذه ثم تقييم الوضع وجوز استشرافه في 13 و14 13 و14 والجمله نسبه النمو وفين القطاعات الى اخره. والنسبه اللي موجوده وهذه ما تعرفتش انا صارت بعض كيف يقولوا نغش من بعض الادارات اللي ما يعملهمش بالتحضير من قضايا الحدود والجمله ما همش متفقين في الاستشراف في الوضع الاقتصادي بالاخص. عرفتوها الناس كل كان مع نقولوا 2013 باش يجي 4% النمو ترجع توا الى 7 و 6 وقت اللي التقدير يقعد يشد في 4 و 6 2014 محدود 4% وقت اللي يزيد يعني شنو هي مصداقيه المؤشرات الاقتصاديه المعتمده للتمويل هذا.
هذا تحليل الوضع فيه ما يقال وفيه ما يتشاف بالتفصيل، دون ذلك ثم بالاخص التزامات البرامج اللي هي اولا حكايه تعديل الاقتصاد الكلي.